حبايب فاطمة، هنعمل النهاردة البيتزا اللي بتجيب السعادة. أسرع بيتزا ومكوناتها موجودة في كل بيت، وحلوة وسهلة وجميلة، ولادي كلهم بيحبوها. بس قبل ما أقول المقادير، يا رب اللي تحط لايك وتشترك في قناتي تزور الحج السنة دي وتزور حبيبها النبي، ولادها ينجحوا ويطلعوا من الأوائل. هنحط كوبايتين دقيق زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هنحط شوية حبة البركة وشوية سمسم وشوية ملح. وبعد كده هنحط كيس الخميرة زي ما احنا شايفين كده المقادير، واحدة واحدة كده. ادي كيس الخميرة اللي انا حطيته وحبة البركة. بصوا ركزوا في الوصفة. ادي ايه ده؟ زعتر. انا بحبها بالزعتر، بتبقى جميلة قوي، والزعتر طبعا ليه فوائد كتيرة. وشوية سمسم. انا بحب الحاجات دي كلها عشان اولا فيها قيمة يعني غذائية عالية، وغير كده كمان بتخلي طعم البيتزا في حتة تانية، ومغذية لأولادك. وطبعا السمسم كله كالسيوم، احسن من اللبن. بعد كده هنحط زيت زيتون. انا بحبها بزيت الزيتون، تبقى جميلة، بتخليها في حتة تانية العجينة، احسن من اي زيت تاني. لان طبعا ايه، هنحط لها شوية ملح اهو. بعد كده بقى هنقلبها. وطبعا انا حطيت كوباية زبادي، كوباية زبادي صغيرة. عشان الم العجينة هحط شوية مية. جبت مية من الفلتر اهو وحطيتها وبلم بها العجينة. هقلبها كويس قوي. اهم حاجة ان انت تحطي اي حاجة بتحبيها في البيتزا. انا ساعات بعملها بالجبنة، ساعات بعملها لو عندي بواقي لحمة مفرومة. عندي فراخ الولاد مش عايزين ياكلوها، بواقي نوايب برضو بقطعها وبحطها. تحطي فيها اي حاجة انت نفسك فيها، جبنة، بواقي جبن. المهم بقلبها كويس زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين ببل ايدي مية كده والمها واسيبها ايه تخمر كده ساعة ساعتين، حسب الخميرة اللي انت بتحطيها وحسب الجو عندك. بتسيبها وتغطيها بقى بحتة بكيس اي حاجة. شوفوا خلي بالكم، شوفوا هي كانت قد ايه. شوف بقى غطيها اهو. اعملها بس كده، هسويها. هغطيها انا ايه بكيس، عندنا شنطة جديدة اهي، فايه غطيتها بيها. جينا بعد ساعة لقيتها ما شاء الله خمرت زي ما انتوا شايفين كده. اجيب صينية وادهنها زيت، علشان الزيت ايه يعني ما يخليهاش وانت بتطلعيها ما تبقاش لازقة في الصينية. بعد ما دهنتها شوية زيت، ده زيت عادي، زيت ذرة. انت بقى حطي اللي يعجبك. انا حطيت شوية زيت ووزعتهم اهو بالفرشة، وابتدي افرد العجينة اهو. بس لما تيجي تفردي العجينة افرديها يعني ايه، ارفعيها كده في الحرف عشان ما تتحرقش، يعني تملي الصينية كده بيها. انا ايه اهو قعدت افردها زي ما انتوا شايفين اهو. هفردها يعني حلو كده كويس قوي، وخليها ايه يعني سوا حلو كده، سوا واحد. وطبعا بجيب العجينة على حرف الصينية عشان لما تيجي تحطي تزوقيها يعني، وتحطي اللي انت هتحطي عليها ما تتحرقش. لازم تحطي، هنبدأ الاول بالصلصة، صلصة البيتزا. انت بتفرديها كده في الصينية بس ما بتحطهاش في الاخر عشان لما تحمر ما تتحرقش الصلصة. بتوزعيها على الصينية بس ما بتجيش على حرف الصينية بالصلصة. وزعيها اهو زي ما انت عايزة اهو. بتخلي بقى ايه يعني كل حتة تطولها صلصة، بس ما عدا ايه الحرف بتاع الصينية. الطريقة دي سهلة وجميلة وبسيطة، ومقاديرها يعني مية مية، ولا فراخ الجمعية. المهم فبتوزعيها اهو. بعد ما بتوزعيها زي ما انت شايفة كده، تبتدي بقى ايه تجيبي هجيب انا بقى الجبنة دي كانت جبنة رومي عندي، الاولاد مش عايزين ياكلوها فانا بشرتها ورحت حطها على ايه على الصلصة. وده زيتون قطعته شرايح كده زي ما انتوا شايفين. ودون اللي هو اسمه ايه اللي هو السجق ده، ولا اسمه ايه اللي انتوا بتجيبوه؟ سوسريس معرفش. المهم سوسيس. المهم انتوا بتحطوه وزي ما انتوا شايفين كده، وتقوموا بقى ايه مدخلينها الفرن. اول ما تحمر بقطعها، بس هي طبعا عشان سخنة فانا مش عارفة اقطعها، فقطعها حتة صغيرة بس ايه عشان تشوفوها بس. اهو بصوا هي حتة صغيرة اللي انا قطعتها اهي عشان بس تشوفوها. ما انا مش عارفة امسك الصينية عشان سخنة، ولا عارفة اقطع، المفروض تبرد ونقطع. قطعت حتة هي بسيطة عشان اوريها لكم.
بس كان طعمها جميل. يعني احنا يا دوبك اول ما طلعت كلناها على طول، يعني حتى ما قعدت، كلناها وهي سخنة خطيرة. اهي شوفوا الصينية حلوة ازاي ونضيفة اهي. بصوا هي عشان سخنة انا مش عارفة اكلها، فهدوقها بالمعلقة. وصلى على الحبيب قلبكم يطيب.